السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة علي حسن في الجزء الخاص بتعليم الفوتوشوب. النهاردة إن شاء الله معانا درس بسيط كده، وهو القالب ده أو التمبلت ده بتاع التكست ستايل بتاع النيون. احنا المرة اللي فاتت عملنا فيديو كامل ازاي نعمل النيون ايفكت ده. المرة دي بقى لا إن شاء الله بإذن الله هتلاقوا الرابط ده في وصف الفيديو، هتلاقوا الملف ده في وصف الفيديو، مجرد بس تغيروا عليه. مثلا أنا عايز أغير، على فكرة ده ساين اللي هو اسمها ساين أو يافطة يعني. أنا دلوقتي مثلا عايز أغير كلمة نيون دي وأكتب أي حاجة، هتقف عليها كده وهتيجي رايح جاي واقف هنا. بس خد بالك بيقول لك أنت ما عندكش الخط ده، أنت ممكن على فكرة تنزل الخط ده من على النت، ولو ما عندكش خلاص ممكن تشوف أي خط. مثلا أنا محتاج الخط ده، هأغيره للخط ده مثلا. فين؟ نختار خط كده، نختار خط كويس زي ده مثلا، وعايز اسميه، عايز اكتب عليسبرج اهو. علي 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 عليس كده. وتحت نكتب مثلا بيستبرج، نفس الموضوع، هتقف هنا على الساين تكست دي وتضغط هنا بأداة الكتابة او التكست تو، هتلاقيها متغيرة كده، وتكتب مثلا ايه اهو بيستبرج اهو. بيستبرجر. وتغير الخط برضو لخط كده يكون كويس، اي خط يكون كويس، حاجة شبه كده مثلا. ماشي. ها. او ممكن مثلا تغير احنا عايزين نغير الخط برضو، الخط يكون احسن شوية، ممكن حاجة شبه كده. ماشي، مفيش مشكلة. وبعد كده ممكن بقى تحطها في اي مكان زي ما انت عايز، او تغير الموضوع كله. يعني ما بيبقى عندك النيون اهوت، ممكن تغير فيه وتاخد اللي انت عايزه. يعني مثلا انا محتاج اعلز دي لوحدها تكون في مكان لوحدها، هتيجي جاي تعمل فايل نيو. بعد كده ماشي، مثلا انا عايز اطبعها سبليميشن او عايز اعملها اي حاجه، هعملها على الاي 4 بتاعتنا اهي واقول له اوكي. هيبتدي يعمل لي الورقه دي. هنضغط ايمج، وبعد كده هقول له ايمج روتيشن، وهقول له 90 ديجري سي دبليو كلوك وايز. وبعد كده هاخد اداه الموفينج تول دي، وهاجي رايح واقف على عليز دي، وهاجي رايح واقف عليها اهو، واجي رايح حاططها هنا. هتيجي زي ما هي اهي، تمام جات. خدوا بالكم يا جماعه، هي فيها اف اكس، وفيها كمان الخلفيه بتاعتها المفروض تبقى سودة. فاحنا ممكن كده، تمام اهو. انا مش عايز دي. ادي الاف اكس بتاعتنا، هنا كل حاجه بتاعتنا اهي. ممكن نعمل مثلا كلر اوفرلاي ولا بتاع. هنا مديني الكلر اوفرلاي ده. ممكن بقى تغير اللي انت عايزه، ممكن تغير الستروك ده، او ممكن تغير الجريدينت، ممكن تغير البيفل. اللي انت عايزه بقى ممكن تعمله. ومش كده بس، لا ده انت كمان ممكن تيجي جاي هنا، تيجي رايح عامل حاجه شبه كده، تيجي رايح واقف هنا، وتيجي رايح عامل ماشي. خلينا نعمل بس لاير جديده كده عشان نظبطها. لاير جديده هنا، وتيجي رايح واخد جريدينت تول، وتيجي رايح مختار جريدينت من اي جريدينت من دي. مثلا الجريدينت دي كويسه اهو، تيجي جاي في النص كده اهو، هتبان احسن وهتبان اكتر يعني. وتكبر على دي شويه اهو، مفيش مشكله. تمام، شكرا لحضراتكم، ما تنسوناش من اللايك والشير والسبسكرايب.